اشتركت في القناة ولا لسه؟ فعلت خاصية الجرس ولا لسه؟ انت هنا هتتعلم وهتعرف اللي مش هتعرفه في اي حتة تانية. هو يعني ايه حساس؟ يعني ايه سنسور اللي احنا عمالين نسمعه؟ هو ليه اصلا مهم للمتعايشين مع السكر؟ هو في ناس ما عندهاش السكر ومركباه برضه. هي ايه الحاجات اللي ملزقة على دراع الناس دي واحنا ماشيين شايفينها ومش فاهمين دي ايه؟ ساعات بلاقيها على الدراع وفي ناس بتركبها على البطن على فكرة. معلش بس هو اسمه حساس ولا سنسور ولا فري ستايل ليبر؟ بيعمل ايه؟ كل الاسئله دي واكتر هتعرفها على قناه ايمان المسكره. اوعى تنسى تشترك في القناه وتفعل خاصيه الجرس عشان يجيلك كل جديد اول باول. Continuous Glucose Monitor هو التقنية المتبعة مع الحساس أو السنسور، اللي هو ببساطة من المسمى بتاعه قياس السكر باستمرارية طول ما هو متلزق على الدراع. وعشان ده يحصل في إبرة صغيرة بتبقى موجودة وداخلة في الدراع بتقيس السكر وتبعت القرايات باستمرار على موبايلك، وهنا بقى بتساعدك تبقى دايما في النطاق. يعني ايه اصلا في النطاق؟ يعني ما زدش عن مستوى معين من السكر في الدم وما قلش عن رقم معين. الحاجات دي بتبقى باينه من خلال استخدام السنسور، وبتبقى باينه من خلال الابلكيشن، وبيورونا كمان جراف رسم بياني يوضح انا عامل ايه طول اليوم. ودي حاجه اسمها تايم ان رينج TIR. وهنا تيجي اهميه السنسور، لان احنا ببساطه صعب جدا ان احنا نقدر نعمل نفس المستوى من المتابعه والدقه باستخدام الجلايكوميتر والشكشكه، لان صوابعنا مش هتستحمل خصوصا الاطفال. فان الواحد يقدر يركب حاجه وينساها على دراعه دي حاجه بتريح، وكمان بتخليني اعرف اشوف القرايات اول باول لانها بتتبعت على موبايلي. ومش بس انا، في ابلكيشنز وفي سنسورز وانواع حساسات بتسمح ان غيري يقدر يشوف القرايات دي، فتقدر تودي ابنك المدرسه وانت مرتاح البال، ما تبقاش قلقان ومش عارف سكره ايه. سنسور ايا كان نوعه حتى الان بيتركب في العضله الخلفيه للدراع، لان ببساطه ده المكان اللي اتعمل فيه الدراسات والابحاث، لقوا ان العضله الخلفيه في الدراع انسب مكان. يهمنا في اختيار السنسور طبعا تكلفته، بس كمان دقته، وفي خاصيه هتفيدني ولا لا، زي خاصيه التنبيه والتحذير. فحتى لو نايم انا عارف ان السنسور الموبايل هيديني الارم يصحيني عشان الحق سكري، لانه لو هيقل او هيزيد ممكن يحصل مضاعفات. فهو بيساعدني دايما ابقى في النطاق، لا اطلع ولا انزل عن المستويات الطبيعيه. ولان السنسور بيبقى متركب في العضله الخلفيه في الدراع، فهو بيبقى بيقيس من السوائل اللي موجوده في الجسم. فمهم دايما انك تبقى مخلي جسمك رطب، تشرب ميه كتير لان دي بتاثر في القرايات. في انواع مختلفه من السنسور. لغايه دلوقتي المتعارف عليه ان السنسور الواحد بيقعد في الجسم فعال 14 يوم. ايوه في ابلكيشن ممكن تمد المده دي، بس ما انصحش بيها لانه مش بالضروره تبقى ريلايبل او يعني يمكن الاعتماد عليها. والسكر دي حاجه احنا مش بنهزر فيها قوي. المتعارف عليه حتى الان ان السنسور بيقعد على الدراع 14 يوم. ده معناه انك محتاج تجيب 2 عشان يغطوك شهر. ليه 14 يوم؟ حاجه مش بتاعتنا ومش عارفين ليه، بس عارفين ان في سنسور طلع جديد بيقعد بالسنه. قولوا لي في التعليقات لو عايزين تعرفوا عنه. واوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس عشان تعرفوا كل جديد اول باول. المره الجايه انا هقارن ما بين سنسورز مختلفه، سواء فري ستايل ليبري 1 أو 2.